حد قالك كصاحبة بيت أو حد قالك كصاحب بيت إنك لازم تعمل ستاير من السقف للأرض؟ لأن دايما بشوف الغلط ده. دايما الناس بتعمل ستاير من البلتكانة من فوق الشباك على طول لحد بعد نهاية الشباك بحاجة بسيطة، وده غلط جدا. الستاير يا إما من السقف للأرض، أو لو هتعمل بلتكانة فهتكون أعلى من الشباك أو قبل بعد السقف بشوية أو بعد الكورنيشة، وبتكون لحد الأرض. هل انتي كصاحبة بيت تعرفي إن المرايات ليها أنواع كتير وأشكال كتير وألوان كتير؟ لو انتي عارفة ده، عارفة إن هي مهمة جدا في التصميم، وعارفة كمان إن هي بتدي اتساع وبتنور المكان أكتر. إزاي؟ وخصوصا لو حطيتيها في وش شباك. يعني لو مكان عندك صغير وحطيتي مراية كبيرة في وش شباك، هتنور لك المكان أكتر وهتديكي إحساس إن المكان واسع أو أوسع بكتير. هل انتي كصاحبة بيت بتقتنعي بالموضة في الديكور؟ أنا كمهندسة ديكور ما بقتنعش تماما إن في حاجة اسمها موضة. في موضة وفي ألوان 2023 وفي ألوان 2022. بس دايما لما باجي أسأل العملاء بتوعي، هو انتوا عايزين تعملوا الحاجة أو اللون اللي بتحبوه، ولا عايزين تعملوا الموضة حتى لو ما بتحبوهاش، أو حتى لو مش مناسبة للستايل اللي انتوا عايزينه؟ دايما بيكون رأيهم ان هم بيبقوا عايزين يعملوا الحاجة المناسبة ليهم. يعني انا مبقتنعش ان في خامة بتبطل. اخر ديزاين نزلته هتلاقوه موجود في الفيديوهات برضو، كان في عاملة فيه بلاط، وبلاط بديزاين احنا اللي عاملين البلاط، ديزاين البلاطات دي. يعني الرسمة بتاعتها، الكنار، الرسمة نفسها بألوانها احنا عاملينها وصممناها وصنعناها مخصوص علشان خاطر العميل ده. فطالما وكان الستايل ستايل عربي، فطالما الخامة هتخدم الستايل وهتخدم المكان نفسه، أكيد أكيد مش هقول إن هي بطلت وأبطل إن أنا أعملها. ناس كتير بتفتكر إن البلاط بطل، ودايما بيتجهوا للسيراميك أو للبورسلان. ناس كتير بتفتكر إن البلاط بطل، ودايما بيتجهوا للسيراميك أو للبورسلان، وده أكبر غلط. يعني انتوا لازم تكونوا عارفين توظفوا الخامات بتاعتكم للمناسب ليكوا وللمناسب للستايل بتاعكم، مش مجرد ايه الجديد. كمان هل انتي لو دلوقتي عملتي الموضة بتاعت السنة دي وبدأتي تعيشي في البيت ونزلت موضة جديدة السنة الجاية، هل هتعمليها؟ هل هتهدي بيتك وتعملي على الموضة الجديدة؟ ولا ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتس تحت ازاي بتفكروا في الموضوع، وازاي شايفين ان انتوا بيتكم يبقى على موضة السنة اللي انتوا هتشطبوه فيها او هتعملوا له ديزاين فيها. حد قالك انك لازم تقسمي البيت بتاعك لمجموعة من زونز مختلفة؟ يعني ايه؟ يعني منطقة او زون بتاعت السفرة، الزون بتاعت الصالون، الزون بتاعت الليفينج روم، وكل زون. ولو عندك مساحة أكبر فهتحطي كذا صالون فيبقى في زون تانية لصالون تاني. طب ازاي أقسم المساحات دي، أو ازاي أحدد المنطقة دي لكل جزء لوحده، وخصوصا لو الريسبشن مفتوح؟ بمنتهى البساطة، وأهم عنصر هو اللي هيحدد لك المكان أو المناطق بتاعتك المختلفة، اختيارك للسجادة. لو اخترتي سجادة صغيرة هتديكي نتيجة وحشة جدا. اختيارك للسجادة كل ما كان أكبر، كل ما حدد لك الزون بتاع المكان، وكل ما كانت العناصر بتاعتك أو الكنب والكراسي اتحطت فوق السجادة وخدت مساحة أكبر، هتديكي نتيجة هايلة. اطفي النور. لا اطفي انتي النور. لا قومي انت اطفي النور. لا اطفي انتي النور، انا مش هقوم. ويا سلام بقى لو كنا في الشتاء والدنيا بقى دفا ودخلنا السرير ونمنا وسيبنا النور منور، ونقعد نتعازم على بعض مين يقوم يطفي النور. خناقة بتحصل في كل بيت بين أم وابنها، بين أو بنتها، بين أختين، بين أخين، بين زوجين.
كله بيتعازم مين يقوم يطفي النور. المشكلة دي حلها هقولهولك دلوقتي. مفتاح ديفياتير. المفتاح ده بيكون هما اتنين، بيكون واحد رئيسي عند الباب، والتاني بيكون جنب السرير، عشان محدش يتعب وتقعدوا تعزموا على بعض مين يطفي النور، ولا تصحي تلاقي أولادك سايبين النور منور.